في هذا الفيديو هذا غادي نسلط الضوء على قضية ضحية من ضحايا عصابة الاتجار بالبشر. صفوها ليها عباد الله، صفوها ليها، يتموا بنتها وحرقوا الكبدة ديال والدها. غادي تسمعوا شنو وقع الفاطمة الزهراء على لسان الأسرة ديال هذاك الشيء خطير وصادم. غنهضروا كذلك على جديد قضية ولد الشينوية، وغادي ندويو على قضية الصحفي المهدوي والوزير وهبي. الناس زوينين، سلام الله عليكم كاملين فين ما كنتوا. نتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بالناس الجداد اللي انضمت للقناه، نتمنى ما تبخلوش عليا باللايكات ونبداو على بركه الله. قبل ما ندوز المواضيع بغيت نفتح واحد القوس شي شويه كبير بخصوص واحد التعاليق جاتني البارح في الفيديو كتقول لي بان هذا الموضوع هذا ديال الاتجار بالبشر موضوع تافه. هاي كاين ناس جاتهم قضيه بهذا الحجم هذا ديال الاتجار بالبشر اللي دوات عليها البي بي سي عربيه، الاعلام العربي، جاتهم موضوع تافه. كيفاش هاد القضايا هذه تجي حتى لعندنا حنا وتتفه، في حين منين كتفجر في الدول المتقدمه، الدول المتقدمه بحال امريكان مثلا، كدير ضجه اعلاميه، كتولي راي عام دولي. بحال القضيه ديال باف ديدي اللي دابا تفجرات، راه مازالين كيدويو فيها، راه مشى هو دخل الحبس ومع ذلك مازال كيدويو فيها وكيمشيو يجبدوا داك الدواسه القدام وشي حوايج ديجا خارجين في الاعلام تيعاودوا يدويو فيهم وتيجددوا ينعشوا الدوره الدمويه ديال هذه القضيه هذه. علاش؟ لانهم مدركين مدى خطوره الامر. تيجي عندنا حنا ملف ديال تيتفجر عندنا ملف ديال الاتجار بالبشر، وسبحان الله العظيم تيولي تافه، وكاين مواضيع اهم منه. وحسستوني بانني كندوي لكم على الاتجار في البطاطا مثلا، وعلى ديك البطاطا نجاوب كذلك على بعض التعاليق اللي كتقول لي دوي على ارتفاع الاسعار. اهلا مرحبا، موضوع مهم نناقشوه، ارتفاع الاسعار، الله يودي، ولكن غنناقشكم كذلك في هذا الامر هذا. دابا هاد الازمه ديال ارتفاع الاسعار من امتى وحنا كنعانيو منها؟ من الازمه ديال كورونا، ياك؟ اصلا كورونا راه كانت بحال واحد البوابه، واحد المدخل على هاد التضخم الاقتصادي. دخلنا في ديك الرعب النفسي ديال كورونا. عشنا في واحد الفتره اللي خايفين غير على روحنا، باغيين غير نخرجوا حيين من ديك الازمه. منين خرجنا احياء، اللي خرج منا اللي بقى معانا، ياك؟ دخلنا على التضخم الاقتصادي، جاتنا ديك الصهده ديال التضخم الاقتصادي، فقنا نضنا قالوا لنا البطاطا ولات ب100 ريال ولات ما نعرف 7 دراهم وزيد. قلنا لهم الحمد لله اللي مازال حنا في الحياه ومازال باقيين بروحنا ومازال غادي نشوفوا البطاطا وغادي نذوقوها، نعم سيدي، وغادي نقليوها ونسلقوها. ف كنا مازال دايخين ومخلوعين، داز علينا داك التضخم الاقتصادي وداك الارتفاع في الاسعار. منين استوعبنا الامر نضنا تنغوتوا الناس بزاف دوات على هاد المأساة هذه او هاد سميتو هاد المشكل ديال ارتفاع الاسعار. ولكن من تما لدابا واش تحل المشكل؟ ياك غادي الاسعار وكيزيدوا فيه. عرفتوا علاش؟ لان الحل ماشي بالهضره. راه منين كيكون المواطن ما مستعدش انه يتنازل على البنه في الماكله، ما مستعدش يتنازل عليها والو، هو خصو يقلي الحوت، حيت الحوت مقلي بنين. الحوت المشوي ما تيتمدقوش، خصو ضروري يقلي الحوت. ما شغلوش هو في داك الزيت بشحال ولا، غايمشي يقور الفلوس ديالو، غايبكي ويشكي على ارتفاع سعر الزيت، ولكن غايمشي يقور فلوسه ويمشي يجيب داك الزيت ولا يتسلف باش يشريه ولا يمشي عند مول الحانوت ياخذ كريدي. المهم هو خصو يقلي ديك يشد داك السردين ويدير سريدينه فوق سريدينه، نعم سيدي، وبيناتهم ديك الشريميله هكا متختخه تما، ويديرها هكا في الطحين ويقليها في الزيت ويسمع ديك بش وياكل
السردينه المقليه ما سوقوش هو، ولكن غيخرج منين ياكلها ويسالي وعاد يستوعب شحال شرا الزيت، غيخرج يبدا يبكي لنا على سعر الزيت ودويو لينا على ارتفاع السعر ديال الزيت. ولكن راه انت ما خصكش تشري داك الزيت، سير شوي السردين ولا سلقو ولا ما تاكلوش كاع. بامكانك تستغني على بزاف د المواد الى حين يتفك هذا المشكل. نهار المغاربه ناضوا وداروا المقاطعه راه عطات الاكل ديالها، اذا راه هذا الشيء اللي خصو يكون. اما الا بقى سميتو المواطن تيشكي من ارتفاع الاسعار ولكن في نفس الوقت كيكونسومي، راه هما ما على بالهمش. نعطيكم كذلك مثال العيد الكبير. العيد الكبير وازمه العيد الكبير المتكرره، السيناريو ممل بيني وبينكم. في هذه الاعوام الاخيره نفس السيناريو كيتكرر. فين ما تيجي العيد الكبير الحولي غالي ياك، والمغاربه كيبكيو وتيشكيو اللهم ان هذا منكر. اش هذا الشيء 10 ايام وحنا كنسمعوا البكا والشكا، وناس كتوعد وكتقول ما غنعيدوش، صافي عماره على قدها. الجيران كيوعدوا فيها بعضياتهم انهم ما يعيدوش داك العام. صباح العيد كل شيء معيد، وديك العماره اللي توعدوا فيها انهم ما يعيدوش كل واحد فيهم شرا الحاولي ديالو ومخبيه في شي كراج ودير في بالو راه قول بجيرانو غيعيد، هو ما سوقوش. قول بهم داير في بالو زعما كاين انا نهار العيد ما سوقيش غنخوي بهم ونعيد ونشوي ودبروهم المخهم. منين تيجي العيد كيلقى كل شيء خمم بنفس الطريقه في ديك العماره، كاع الجيران عندهم نفس التخميم او التخمام. يعني شنو احنا كنعرفوا بان هذيك الاضحيه في العيد راه هذيك سنه مؤكده ما هيش فريضه. الا درتيها الا ضحيتي لك الاجر، الا تركتي لا تاثم. فعلاش هذا كتكلفوا نفسكم ما لا طاقه لها به؟ علاش؟ وحتى كتعطيو واحد الصوره ما زويناش لوليداتكم على الدين. راه مصائب وقعات في العيد الكبير مؤخرا غير فهاد اللي عاقلين عليه لانه قريب، اما ربما حتى في الاعياد الاخرين راه وقعوا فيها الكوارث والاحداث، واللي قتل مرته حتى تنقر ليه على الحولي، واللي مشى صفاها لراسو. اذا انا دوك الدراري داك الجيل النشء اللي يعني كتوقع ليه هاد الفاجعه في وسط دارهم في عائلته، ان باه صفاها لراسو حيت ما قدرش يشري الحولي. تيقول لك يخ من هذا غياخذ واحد النظره خايبه على الدين، في حين ديننا ماشي هكا. ديننا يسر ياك ودي لاباس. كاين اللي كيمشي تيسلف ويتكلف، وكاين اللي كياخذ قرض ربوي باش يشري داك الحولي. غادي شاد الكريدي بالربا وحكا ما حكا عند بالو راه غادي يحيي شعيره من شعائر الله. ان الله طيب لا يقبل الا طيبه. اش هادشي بالله عليكم؟ منين كتسولو كتقول له علاش تيقول لك لا انا ما يمكنش جاري غيضحك عليا. وكي غدير؟ راه عندنا ازمه عقليات، وعقليه ما مستعداش تفرط في البنه ديال الحوت، خصو الحوت المقلي ياك. عقليه كتفكر مازال كتفكر في 2000، حنا مقبلين على 2025 ومازال بنادم كيفكر في جارو غيضحك عليه الا ما شرا شي الحولي وذبحو. ما سوقوش هو غيمشي يتسلف يتكلف يشفر ما نعرف شنو يدير، المهم يحضر داك الحولي باش جارو ما يضحكش عليه. كتسول واحد اخر كيقول لك لا انا ولادي ما نقدرش نخليهم بلا عيد. ما تقدرش تخليهم بلا عيد، ولكن ماشي مشكل تخليهم بلا تربيه. هذاك الدري منين غيشوفك نتايا تتقاتل وتدير المستحيل باش تحضر العيد، حتى هو غيكون بحالك في المستقبل. يعني ما غيتحلش لينا حنا هذا المشكل هذا ديال الجهل المركب.
فعاود ما نجلس انا مع ولدي ناخذ هذه الفرصه هذه ديال العيد نربيه ونعلمه بزاف ديال الامور اللي غتنفعو. نعطيه درس اولا في الدين ديالو، يفهم بان دينه يسر، ان هذه الاضحيه راها سنه مؤكده ما مفروضاش علينا ولدي، الا درناها كناخذوا الاجر، تركناها لا ناثم، فلا لا حرج عليك ولدي الا ما قدرتيش تشري الحولي في المستقبل. ربي ميسر لنا الامور، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. غنحبب ولدي في دينه، غنوعيه في دينه، انا علمته درس في الدين ديالو، نزيد نربيه على انه تكون عنده شخصيه قويه. ماشي مشكله ولدي الا ما جبناش الحولي، ولكن بابا صاحبي عثمان اللي في الدار اللي قبالتنا غادي يعيدوا وغيجيبوا الحولي وغيضحك عليا حيت ما جبناش الحولي. لا ولدي، ما سوقكش نتايا في جارك عثمان ولا غيره يجيب الحولي، هو الا عندهم باش حنا راه ما عندناش باش، الغالب الله وماشي مشكل. نعود ولادنا على هاد الامور هذه. ماشي شوفني انا ولدي تنتقاتل باش نحضر الحولي، حتى هو غيولي نسخه ديالي وغيكبر حتى هو يولي خايف من الجار ديالو غيضحك عليه وما غاديش نتقاداو. اذا غلاء الاسعار الحل ديالو في يد المواطن. اوكي، هو راه شوفوا هاد التضخم الاقتصادي كيعاني منه العالم كله، ولكن الدول المتضرره بشكل كبير هي الدول بحال المغرب اللي الاسعار طلعت صاروخيه والاجور بطبيعه الحال جالسه في بلاصتها. داك الاجور عندنا حنا في المغرب معاجز، المنضات المعجزه على اختها، ما تيبغيو لا يتحركوا ولا يطلعوا ولا ينزلوا تما ما بقيتي ينزلوا يقدروا ولكن باش يطلعوا ابدا. فبطبيعه الحال ان المغاربه غادي يتضرروا، ولكن كاين ما يدار على ارض الواقع. العيد انا ما نعيدش سالينا، احنا ما بقى عندنا غرض حنا بالعيد، وغتشوفوا اش غيوقع الا ما هبط شي السعر ديال الحولي. اجيو عكروا ليا، غيهبط بالمعقول وغتوليو قادين باش تشريو الحولي في المستقبل، وجريو باش يقننوا لكم حتى ديك التسعيره ديال الحولي. ماشي كل عام ورزقوا وبداو يشيروا عليكم بواحد الاسعار عبثيه. كون واحد التقنين واللي فات واحد السعر ينزلوا عليه دوك الكسابه اللي دايرين ما بغاو يقننوهم. بزاف ما يدار على ارض الواقع. اما غير الهضره راه ما تكفيش، نهضروا مرحبا، نهضروا على الراس والعين لان موضوع مهم. غير وكان دابا تخاف تهضر، نمشي انا نبدا نهضر على غلاء الاسعار يدعيني وزير الماليه بحال اللي دار وزير وهبي للصحفي المهداوي. الصحفي المهداوي بعد قبل ما ندخل لهذا الموضوع ديسكليمر، انا لست منخرطه في العمل السياسي وافتخر. اوكي، انا هنا في بريطانيا راه ما تنتخبش وافتخر. فلسفتي في الحياة والحمد لله عندي فيها الحق وبزاف من الناس بحالي، ولكن عدم انخراطي في العمل السياسي او لا يعني نكون مواكبة الاحداث السياسية والجديد فيها وداك الشيء ما تيحرمنيش من انني ندوي في هذا المجال. هذا موضوع انساني صراحة ومهزالة ما نرضاهاش لبلادي. هاد الشيء اللي واقع دابا ما بين الصحفي المهداوي والوزير وهبي مهزالة تسيء لبلادنا، واعلن تضامني مع بلادي بعدا هو الاول. وبلادنا حنايا عندنا دستور كيكفل لنا حرية التعبير، وملكنا يدعو شعبه لمحاربة الفساد، وهذا الشيء كاين هنا كنسمعوه كاين في الوراق ياك. وفي الاخر على ارض الواقع كيجي وزير كيدعي صحفي. علاش يا ودي لاباس ننتقدوا وطرح عليه تساؤلات مشروعه. هادشي لا يليق بالمغرب والله بصوره المغرب حشومه، ولا يليق بوزير العدل. الله 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 على العدل، ماشي كلمه ثقيله. وزير العدل ومسؤوليه، واش من مسؤوليه انك تحقق العداله والمساواه ل 40 مليون مواطن ومواطنه.
صعيبه صعيبه، وما نبغيهاش لراسي، ما نبغيش انا هاد المسؤوليه هذه، لان نخاف من الحساب امام الله سبحانه وتعالى. هي كما قالوا ناس زمان، الدنيا بالوجوه ولكن الاخره بالزراوط. كاين حساب، انا كنخاف اخوتي من الحساب امام الله سبحانه وتعالى، الله يتجاوز علينا. يعني مسؤوليه كبيره عند هذا الوزير هذا. هل من العدل أن نكمم الأفواه؟ وسيد الصحافي المهداوي صحافي، شبغيتو يدير؟ هذه هي الخدمة ديالو. صحافي خصو يسلط الضوء على القضايا والمواضيع اللي كتهم الشعب، يوصل صوت الشعب، يطرح تساؤلات الشعب. هذا هو عمل الصحفي، يوصل الحقيقة للشعب كما هي، بدون بكل حياد وبدون انحياز. هادشي اللي تنعرف انا على صحفي. شنو هو يعني، واش كاينه شي دور جديد للصحفي حنا ما عارفينوش؟ مثلا شنو مطلوب منه؟ يشطح، يطبل، ولا يجلس يتفرج ويسكت؟ شنو المطلوب من هذا الصحفي؟ انا مشيت كنشوف زعما كاين شنو دار ولا شنو قال ولا والو. سيد تينتقد وزير، شنو فيها الا صحفي انتقد وزير وطرح عليه تساؤلات؟ علاش حنا مازالين بهاد العقليه هذه وحنا مقبلين على 2025 والمغرب تجاوز اشواط واشواط ومازال قدامه ما يصلح ويقاد، ومازال حنايا تالفين ومبرزطين غير مع هاد النقطه هذه، مع هاد العقليه هذه ديال لا هذا وزير، ما تهضرش على الوزير، داك الوزير راه الفوق كيطلع علينا هكا، وحنا خاصنا نشوفوا فيه هكا حتى كيجينا بوع الناس. علاش راه هذا الشيء اللي وقع دابا مع المهداوي كيأكد على تباعد الشعب والهو اللي ما بين الشعب وما بين الحكومه ديالو. هاد الحكومه اش تدير؟ راه الخدمه ديالها شنو هي انها تخدم داك الشعب، خصها تسمع ليه باش تخدمو مزيان. فانا كنشوف دابا شنو هي الصوره اللي مكونه عندي دابا في المخيله ديالي، هو ان الشعب راه هو في واحد الركنه كيغوت، وديروا لينا وافعلوا لينا وغيروا لينا وصلحوا لينا، عنده متطلبات وداك الشيء، والحكومه اللي خصها تسمع ديروا لينا صلحوا لينا فعلوا لنا تركوا لنا، راه ديك الجيه في واحد الركنه عاطيه بالظهر وما هياش في هذا العالم. ونهار كيزعجها شي صوت كيدير لها البارازيت كتسكتو. هذه هي الصوره اللي عطيتينا السي وهبي للاسف، وهاد الصوره لا تليق ببلادنا. هو دابا دار لك المهداوي ديك العلامه على فمو، ديك الكروه حمراء هكا، ويلي على هذيك راه رساله خطيره، هذيك راه غير هذيك راه تيوصل بها واحد الرساله، ويلي رساله مشفره لهذوك الفضائيين الرماديين، هذوك امنيستيين يجيو ينزلوا علينا ويقولنا ها انتم مازال عندكم القمع وما تتخليوش سميتو ما تتخليوش الصحافه تدوي، وزيدوا حنا مالنا على هذا الشيء وحنا في 2025. هادشي لا يليق بنا والله العظيم. كل التضامن مع صورة بلادي اللي انخرط في الديمقراطية، وزيد واخا الديمقراطية بالنسبة لي وهم، ولكن انا كنفتخر بديني والله، لان غير في الدين ديالنا راه كاين محسن من الديمقراطية. اوكي، فنرجعوا لهذا المشهد المسيء لصورة البلاد. وزير عدل كيدعي صحفي، علاش؟ حيت انتقدوا وطرح عليه تساؤلات. مازال والله ما كاين معنى، وعاد طلب منه التعويض 150 مليون 150 مليون عند المهداوي، وكانت عنده 150 مليون كون كاع ما يفتح قناه في يوتيوب ويدير لراسو هذا الصداع هذا دابا وساعه ضرب الحبس،
كون راه مشى القوقاز ولا الزنزبار ولا ولا ما نعرف فين ودار ليه شي بيعه وشريه تما وهنا السوق، لان راه بعض المرات تبدا تشوف تتقول راه ما غيتغير والو صراحه. واخا كاين تغيير ولكن تغيير بطيء. ومنين كنتجاوزوا واحد المرحله يعني مهمه كتجي شي حاجه بحال هادي وزير يدعي صحفي وكترجعنا لما نعرف ما وراء الشمس. والله يا ودي واش نقول لكم انا بعدا كاينه هاد الوزاره كنشوفها بزاف، الوزراء كنشوف بزاف انه الناس الكبار في السن ياك هما اللي تيعطوهم الوزاره الاغلبيه او لا. فما فهمتش علاش، مع احتراماتي الناس الكبار من حقهم يخدموا، واللي عنده الكفاءه سواء يكون الا كان كبير في السن او لا ياخذ المنصب. ولكن علاش ما كنشوفوش دوك الشباب ما كاين شباب عنده الكفاءه يقدر ياخذ المنصب، علاش ما تنعطيهمش شي فرصه؟ شبيبوا البرلمان والحكومه، شببوها بخروها بالشبه والحرمل شي شويه، و جيبوا لنا ولاد الشعب اللي قراو وتعبوا راه تما قادين ياخذوا المسؤوليه. حيت ولد الشعب اللي عاش معاناه الشعب، لبس حلومه في رجليه وتغيسوا ليه ضفارو ونعس في دار سقفوها من قصدير والقطره فوق راسو وتكلفط مع ولاد الشعب، راه حاس بالشعب ويقدر يعني ويقدر يمثلهم ويقدر يحل لهم مشاكلهم لانها عاشها. راه ما يمكنش ديما تجيبوا لينا وحدين ما تعرفوا حتى شنو هي حلومه، ما تعرفوا، ما عمرهم ذاقوا الطون الحرور، ما عمرهم ناس الأغلبية زادوا في النعيم، أصلا من أسر معروفة بالثراء، واللي ما تزاد شيء في النعيم يعني دار لاباس في الطريق. هادوك اللي دايرين لاباس واللي سميتو هما اللي تياخذوا الوزارة. وولاد الشعب اللي غيعرفوا يخدموا الحكومه عطيهم فرصه. ربما حتى داك نكونوا حنا غالطين، ربما ولاد الشعب منين يذوق طعم السلطه يقدر يولي مفرعن ربما، ولكن على الاقل نعطيو فرصه لولاد الشعب انهم ياخذوا المسؤوليه. المهم كل تضامن مع صوره بلادي، كلنا حريه التعبير ولا لتكميم الأفواه، كل تضامن مع الصحفي المهداوي في هذا الموقف هذا. دابا ندوز الموضوع ديال ولد الشينويه والجديد في القضيه ديالو. اوكي، غنقرا لكم مقال من جريده النبأ تيفي. اوكي، وبلاتي تنجبدوا بعدا عاد نقراه لكم. اوكي، انطلاق محاكمة ولد الشينوية في حالة اعتقال. هذا المقال هذا نشروه البارح مجلة أنباء تيفي. يمثل اليوتيوبر المعروف بولد الشينوية رفقة 9 متهمين آخرين أمام الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية عين السبيع بالدار البيضاء بعد غد الاثنين. كتبوا البارح يعني اليوم الحد غدا ان شاء الله في جلسة المحاكمة العلنية بسبب خلاف على حسابات بمنصات التواصل الاجتماعي. وحسب مصادر الأنباء تيفي فإن ولد الشينوية يواجه تهمة إضافية بسبب شنآن مع رجال الأمن بالمنطقة الأمنية مولاي رشيد. كانت دابز مع واحد البوليسي، راه خرجت هذه الأخبار هذه التي كانت تبت في المشكل بين نزاع ولد الشينوية وسيدة معروفة أيضا ديك بنت عباس. ويتابع اليوتيوبر الشهير بتهم تتعلق بالتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص ونشر وتوزيع ادعاءات ووقائع غير صحيحة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم. هذا الشيء غادي يكون غدا إن شاء الله غيمثل أمام المحكمة في حين القضية ديال التجار بالبشر.
بلاتي بغيت التليفون مازال محتاجاه. غادي مازال في التحقيق، وكاين كلام كيدور بانه استدعاءات، كاين بزاف ديال الاستدعاءات للمشاهير والعائله ديالو، اختو، الام ديالو، وزيد وزيد. هذا بما يخص قضيه ولد الشينويه. دابا غادي نشارك معكم قضيه ضحيه من ضحايا عصابات التجار بالبشر، قضيه تدمي القلب. تعقلوا باش ديك لبنى ابي دار دوات لينا على انه كيصفيوها، هاد العصابات هادو كيصفيوها البنات اللي ما باقيش باغيين يزيدوا يخدموا في الدعاره. تعقلوا قالت لنا الهضره هادي. انتم دابا غتسمعوا بودنيكم قصه فاطمه الزهراء، قضيه فاطمه الزهراء اللي داكشي خطير. سمعوا ونرجعوا ان شاء الله. مسائيه بطبيعه الحال. اذا الاخوان الاخوات، هادشي اللي غتسمعوه خطير جدا، خطير واحد الدرجه اللي ما تصوروش، باش الانسان يرد البال وناخذوا هادشي هذا بعين الاعتبار، ونتمنى حتى ان شاء الله الدوله المغربيه تدخل كما عودناها في امور بحال هكا. اذا فاطمه الزهراء، مرحبا فاطمه الزهراء، بعد الله يعظم الاجر والله يصبركم انتم العائله الكبيره والصغيره ان شاء الله يا ربي، الله يرحمها في هذا النهار. اذا الاخت فاطمه الزهراء مثل جميع الشابات عندها بنيه، حلم الهجره وانها دير المستقبل ديالها وتخدم على راسها. كاين مجموعه تاع الشباب اللي اختاروا الخليج العربي بطبيعه الحال، قطر، امارات، السعوديه، المهم البحرين. وكاين مجموعه ديال الشباب عاوتاني الشابات اللي اختاروا اوروبا، فرنسا، وكاين اللي مشاو لكندا، وكاين يعني كل واحد شنو الوجهه. هاد الشابه هذه القصه ديالها انها مشات خدمت في واحد الاوتيل بسلام، عندها الاقامه حداها عندي جميع الاوراق ديالها اللي هنايا. خدمات في دي زوتيل في الاخر. مثلا هنايا كاين اوتيل مؤسسه الامارات الخدمه هذه تاع الاخر. سميتو الاوتيل اللي كانت خدامه فيه؟ المهم عندها الاقامه ديالها، عندها جميع المسائل ديالها، عندها كل شيء. الا هما كيتفاجئوا مؤخرا بلي انه البنت عليها ضغوطات، سرقات، مجموعه تاع الامور محتجزه عند شي ناس اللي تكون هما ما نعرف، اظن على ما انها عصابه ديال الاتجار في البشر بين قوسين. كما كتعرفوا هاد الشبكات ديال الاتجار في البشر شنو كيديروا؟ يعني كيخليو مجموعه ديال الشابات اللي كيخرجوا للطريق ديال الدعاره، يعني ماشي عن طيب خاطر كما كنقول حنايا، بالضغط مجموعه تاع الامور. اذا امور خطيره جدا، وتفاصيل اللي غتحكيها لنا ابنه الخاله ديالها والاب ديالها والام. هذاك الشيء اللي توصلوا بينا، انا سمعت دي زوديو، شفت واحد لا فيديو، شفت شي حوايج اللي خطر بزاف. لهذا الله يجازيكم بخير. وجابوا الجثمان ديالها مسدود في واحد الصندوق وداك الشيء، ولكن جابوا 4 ديال الشابات اخرين معها. يعني كاين بزاف تاع الشابات اللي راهم كيتعرضوا تما للضغط من شبكات ديال كيديهم على اساس يخدموا في دي زوطيل وداك الشيء. من بعد كيلقاو راسهم يتحيد لهم الباسبور، كيتسد عليهم، وشوفوا شنو كغادي يدير بهم. غادي باش ما نطولش عليكم، غادي نبداو مع بنت خالتها هي الاولى اللي غادي تحكي لنا القصه ديال الشابه هذه بطبيعه الحال، ونتمنى انهم تعاونونا بالبارطاج. اختي انت لا فامي ديالها؟ هو انا بنت الخاله ديالها فاطمه الزهراء النواري. بغيت تحكي لي النهار الاول كي مشات القصه ديالها باش مشات للامارات. مشات واش غادي نقول لك، العام اللي فات في رمضان مشات قالت لك ودي راه مصيفطوا لي فيزا، غادي نمشي نخدم في واحد لوطيل فيه لي ماساج، فيه الفلبيين. كانت كدير الكاميرا كتقول لنا هاني مع يعني الاماراتيين يخدموا. من بعدها صافي خدمت الخدمه ديالها الحمد لله، عجبها الحال، يعني كما نقولوا قالت لك مزيانه القضيه. راني في لوطيل يعني شومبره تاعها بوحدها مع البنات ملاح فلبيين مزيان، يعني كما نقولوا جمعت واحد البركه. كملت 3 شهور ديالها، هودت المغرب. كي ودت المغرب قالت انايا ما وقع لها حتى شي حاجه، لا والو، جات مليحه، كاميرا داكشي لاكريم تقول كاني مخيره. الحمد لله البنت هي ولات مليحه. قالت صافي كيبقاو يتصلوا بها، جات المغرب قالت ما غاديش نولي، صافي الحمد لله جمعت هاد البركه نجلس حدا بنتي. بقاو يصيفطوا لها قالت انايا نخدم شويه نجي، وعطاوها الاقامه. كيعطاوها الاقامه يعني مشات على اساس الفيزا نتاع 3 شهور. كي كملت الفيزا نتاع 3 شهور صافي قالت ولاو صيفطوا لها، دارت الاقامه. قالت صافي يعني كيما خدمت المره الاولى غادي نبقى نخدم، نجي نولي نشوف العائله، نجمع واحد البركه، ندير لبنتي مستقبل. ندير لبنتي مستقبل. راك عارف البنات اليوم يعني البنت كي كتطلق صافي كتبغي تمشي تخدم، يكون عندها البز الله يحسن العوان، تبغي دير المستقبل بنتها، تبغي تقريها، تبغي كما نقولوا دير لها دويره. صافي كي مشات قالت الحمد لله كي خدمت المره الاولى جمعت ديك البركه غادي نولي نخدم. يعني بعدا كي مشات تما ما بقاتش تخرج كما كانت، كيهزوها باللوطو كيديوها هما
المدينات، يعني هي ما غاديش تعرف راه الامارات كبيره، يعني ما كانت تحكي لنا هي، يعني حنا ولكن هذيك اللعبه تعدوها للمدينه، شنو كدير في المدينه؟ كتمشي تما كيبلعوا عليها، كتجلس هي قالت لهم ودي انا ما غاديش نخدم في رمضان، راه كسميتو تما ضغط عليا، كانت فواحد المطعم، كانت فواحد الريستوران ديال الطواجن، كانت تصورنا على هذا الشيء، كانت مع واحد السيد داير فيها خير، قلت ودي انا دركا يعني صافي انا بغيت نجي غير للبلاد، راه يبقى كل خطره ما كنعرفش كاع فين يبلعين عليا ويمشيو، قالت لك حتى الماكله اللي كناكلها نكون غير ناعسه، كيديروها لها حاره، ما تعرفش كاع البنت واش راها في النهار واش راها في الشهر، ما عارفاش البنت ما بقاتش هي اللي كانت في الاولى، ما بقاتش، يعني في التالي صافي هزوها داوها العجمان تما كاع كاينين البنات كاع صحاباتها، حتى وحده ما عقلت عليها، يعني كلشي خايف، اللي كتقول داو لها حوايجها اللي كانت موجدتهم، داو لها الفلوس، قرانها هو التالي طمعوا فيه وداوه، كانت صيفط لامها الاوديوات وتبكي، كتقول لهم انا بغيت نجي للبلاد توحشتكم صافي، صيفطت واحد البركه، قالت لهم الحمد لله انا صافي انا غادي نجي، من بعدها قالت لباها ودي البي راه غالي، هو قال لها شفا بنتي من تجي تعيدي معنا، هو باها باغي يدخل يدير العمليه، قلت له بابا راني توحشتكم وتوحشت بنتي، يعني الموت كانت تهضرها، يعني كانت الضغوطات، قال لها صافي انا قطعت لك البي، صيفطه لها في التليفون، مشات للمطار، البنت طاحت في المطار، هو عندنا الفيديو ديالها داينها في لومبيلونس، نقلوا عليها العصبات، يعني ما عرفناش شكون اللي ضربها، العصبات هم عندنا الفيديو، داوها من كانت غاديه لابسه داكشي طويل وكلشي، يعني صافي راه غادي تخرج للبلاد، باغيه تمشي للبلاد تهرب، جابوها تما بلعوا عليها، تقاطع الاتصال، بقينا كنسولوا على البنات اللي يعرفوها، يعني حتى واحد ما يعطيك الخبار، يعني المهم انت في هذاك النهار كتسناها غادي تجي كانوا غادي، قالت لها واش يمشي الاخ ديالك، قالت لها لا معليش روحي انت يا با ولا صافي، يتسناو البي قاطع، ما جاتش البنت باش تعيد معاهم وفرحانه جايه، السيد اللي كان يقول لها صافي ودعي عائلتكم، يعني ما كانتش تقول لامها، ما تقدش تقول الحقيقه، هي راه دات معها السر ديالها، حنا ما عارفينش يعني بالضبط، يعني الا لقطات اللي كانت تصيفطهم اوديويات يعني بالهربه، كانوا يقولوا لها هذوك اللي كانت معاهم ما عرفناش حنا عصابه مافيا ما عارفينش، كانت تقول يعني امها يعني ما كتكثرش معاها الهضره وتغبر، تقول لها ما كتقول لها راني ايه انا ونعسه، ديروا لي شي حل باغي ندخل للمغرب، كانوا يخدروها صافي البنت ما بقاتش يعني تدير مع امها، صافي هذيك هي كي قطعوا لها البيره فرحانين راها جايه فاطمه الزهراء، البنت ما جاتش 3 ايام، صونوا على باها من القنصليه، قالوا البنت ديالك اللي كانت عندنا راه توفات، راه في عجمان، يجيبوا لها الوثائق، جمعنا لها الوثائق نتاعها، لكم توفات وصافي ما قال له السلام عليكم سي نواري، البنت ديالك اللي كانت مقيمه في الامارات راه توفات، صافي حنا البنت هضرت معنا قلنا لها كي صرات لها واش كاين، قالت لنا نصيفطكم الاوديوات ملي كانت تزكي، صيفطوهم لنا، شفنا الفيديو قلنا لها واش انتحار، كلشي كيقول انتحار، كل واحد واش كيقول، كاين اللي يقول لك مبلعين عليها، هي كانت تقول لا اله الا الله محمد رسول الله حسبي الله ونعم الوكيل، ظالميني بغيت نمشي يعني كتزكي وتناشد في الملك في البوليس حتى واحد، والناس كامله كتتفرج دايرين الفيديوهات حتى واحد باش ينوض، وعاش المغرب الناس تطلع فوق السطح، شي واحد يدير شي محاوله، كلشي تجي السلطه، يجي ولي الامن، كلشي كيجي تما حتى واحد غير هي وربي، وكيف فرحانين يتفرجوا دايرين لها الاوديويات الفيديوهات ملي كتزكى ربي اللي خلقها، ودرك المشكله من ماتت في عجمان صيفطوا لنا التشريح كيقول لك الموضوع انه فيه غير من العلو، انسقاط من العلو، يعني ما منها يعني كانت تنشر هي طاحت، احنا نعرفوا حنا من طلع السطح تزلق طاح، ولكن الا كانت دايره شي حاجه وانتحرت خصنا نعرفوا التشريح واش فيه سبب الانتحار، شو السبب، عندها في التليفون اللي كانوا معاها كانوا يهدوها، علاش هاد البنت بغات تنتحر، واش هو السبب اللي كانت باغيه تنتحر، هي باغيه تدخل لبلادها وبغات تنتحر، تصيفط واحد لي زوديو صاحبتها كتقول لها سلكيني روحي سلكيني، والبنت كتقول لها ما نقدسوني على البوليس، واه كتلغى كتقول لها سلكيني، انا مزال كتقول لها الاخرى انا خايفه على اولادي ما عنديش كي ندير لك صوني، كتقول لها ما عنديش باش نصوني، ما عنديش لابيس، راه حتى الويفي قطعوا عليا الويفي، عنديش لابيس في التليفون، يعني ما عندهاش لاكارت، عندها غير التليفون عادي الاول هرسوه لها بقات تما، وكتطلب محمد السادس تقول له محمد السادس سلكني بغيت نجي للبلاد، هاد الناس راهم باغيين يقتلوني راهم ظالميني، صافي عيات الناس كتزكي، صافي البنت شفنا الفيديو ديالها صيفطاتو لنا صاحبتها ضرمات من الفوق، والناس اللي كتهضر كتقول حنا ما عارفينش بداتنا البنت واش كانت مخدره واش كانوا دايرين لها شي حاجه، ما عارفينش حتى التشريح كنعاودوا نقولوا دايرين لنا سقوط من العلوي، وحنا كنقولوا محمد السادس غادي نوليو نجبدوا الجثه تساعدوا معنا، ورحنا غادي نوليو نديروا لها التشريح، لحقاش حنا المغرب ديالنا كيدير التشريح وكيعرفوا الانسان باش مات، باها وامها باغيين يعرفوا بنتهم راهم متقبلينها باش ما ماتت، لا انتحرت هي من عند الله كرهت وكانت على الضغوطات، الله يرحمها ويوسع عليها، بصح غادي يكتبوا لنا موضوع علاش انتحرت. اختي عطي غير الام ديالها شويه التفاصيل ديالك كتقول الحاجه بغيتك هي شنو كتصيفط لك في لي زوديو، شنو كانت تقول لك، واش عليها ضغوطات كانت تحكي لك داكشي كانت تهضر معايا غير بالعينين وتقول لي كتبي لي
راهم قدامي هادو، راهم كيهدوني، راهم يديروا لي المخدر، بغاو يقتلوني، جابوا لي الماكله حاره وانا ما كنبغيش الماكله حاره، داروا لي في اتاي، قالت لي وجعني قلبي وكلشي قلبته، قالت لي بزاف ديال الحوايج، قالت لي ضربوها 14 نتاع البنت اللي ضربتها، وضربوها لليد، قلعوا لها العصبه. هي ما بغاتش تقول، ما يمكن هي ما جاتهاش تقول لك راهم بغاو يمكن نخرج الطريق وانا ما ما قلناش. ما عرفتش. هذا هو قالت لك داو لها واحد السيده، دات لها الفاليزه ديالها ودات لها واحد الصاك ودات لها الفلوس، وعبد الملك كلا لها كاملين الفلوس ديالها اماراتيين 7 المليون. هذا عبد الملك مغربي. هذا عبد الملك مغربي مازال مقبول وطلقوه. يعني كاين شي وكاين ابو كريم حتى هو، وهذاك احمد المصري، وكاينه واحد المصريه ما عرفتش السميه ديالها، وكاين واحد الكازاوي ما عرفتش السميه ديالها، ما عندي كاين هادي رباب هي اللي وكاينه هادي رباب هي اللي بلعت عليها الباب، هي اللي هي هذا عبد الملك قال لها هذا عبد الملك قال لها سيري عند رباب، هي اللي غادي تقول لك، فهمت؟ الحقيقه هي اللي غادي تقول لك الحقيقه. مين مشات عند هادي رباب هي اللي بلعت عليها، ويعني بديك الوقيته كانوا وكلوها شي حاجه، البنت بقات تزقي مخدره وكتزقي وما عرفت شكون اللي كان يهددها، بغاو يقتلوها. هذاك هو السبب اللي جا لها ترمي راسها، ولا المهم ما كانش في الوعي. وكطالب محمد السادس، كتقول له محمد السادس نقذوني، المهم كتلغى بالسلطه بزاف. البرج فوقاني كاع 24 ذاك هو السبب ديالها باش علاش باش البنت ما تقدرش ترمي راسها هكا، واخا تكون كاع ما واش كاين. ان البنت كانت تحت الضغوطات. البنت باغا تجي تشوف بنتها، باش غادي النهار الاول كانت مزيانه، والنهار التالي بقات تهضر معنا يا بعينيها ولا تكتب، وتقول لامها اما كي تدخل الطواليت تبقى تكتب لها، تقول لها امها هنايا وانا راني نكتب لك باش ما يسمعونيش. وهذا هو المشكل. لا القضيه امر مهم. هذيك رباب ولا قالت لكم انا الحمد لله ما لقاوش بصمات ديالي، هذه انا الحمد لله ما لقاش بصمات. وانا شفت هذيك رباب معاهم في هذا كيقولوا له هي وعبد الملك والمصري. المهم كاين كوكبه اجراميه، يعني شبكه ديال التجار في البشر. فوالا انسان كيمشي يخدم، يبيروا له الخدمه نهار الاول داكشي، وابري كيقولوا له سير للبلاد، كيتبتوه يقول له روح شوف والديك والمسائل، وولي فهمت. كيولي يضغطوا يديروا له الباسبور هو الاول، ويضغطوا عليه يبقاو يخدموا به كمان باغي. يعني هذا السيستم تاع شبكات ديال الدعاره اللي كاين في اوروبا، يجيبوا اليونانيات نفس السيستم. وحتى هما هادو ما كيطولوش، كيخدموا بنادم وميم طو يقتلوه. هي الخامسه من البلاد، فهمت، كيقتلوهم. حنا بغينا دروك نشوفوا هاد الناس واش هذه بلاد اسلاميه ولا ارهابيه بالمفهوم. حنا كنسمعوا الامارات الله يعمرها سلعه وكذا، ولكن خارج منها هادشي. حنا كنطلبوا محمد السادس الله ربي يشافيه ويوقف معنا ونشوفوا هاد الناس كي دايره. ولا كاين عندي حل واحد، غادي نحرق راسي، غادي ندي معايا اللي كان. لا ماشي ان شاء الله. لا مش زيدوا تاهو الله يرحم الوالدين. انا نطلع الرباط نحرق راسي تما في هذيك السفاره، هنا ما يجيبوليش حقي. هنا عندي عوينه وحده مشات لي، ما بقى لي والو. اش بان لكم عباد الله؟ بالله عليكم واش هذه تفاهه؟ بنات الناس كيتباعوا كيتشرى فيهم، ومنين كيساليو منهم كيصفيوها لهم وكيصيفطوهم في صندوق المغرب، وكتقولوا لي تفاهه؟ وشنو هي هذه المواضيع المهمه اللي غادي تكون اهم من هذه القضيه هذه؟ بالله عليكم هاد الوالدين اللي تحرموا من بنتهم وتشواو فيها، وبنتها اللي بقات ميتمه موراها بسبب عصابات التجار بالبشر. راهما مافيات في العالم منتشرين، وحنا ما كنقولوش الا ناقشنا قضيه ولد الشينويه غادي نقضيو على هاد الافه ولا لا ابدا. ولكن ما دامت هاد الشبكه طاحت في الشبكه ياخذوا الجزاء ديالهم، وما فيهاش عيب اننا نمشيو نقلبوا على شبكات وحده اخرين. قضيه فاطمه الزهراء هذه عام باش تحطات في شوف التيفي يا عباد الله وما سمعناش بها.
انا ما سمعت بها حتى لدابا. ملي كنقلب وكنبحث في هذا الموضوع هذا طلعت لي قضيتها قضيه خطيره. شنو وقع لفاطمه الزهراء؟ خصو يتبحث ويتحقق في الموضوع ديالها. شنو وقع ليها مسكينه؟ كانت مقبله على انها تسافر وفرحانه باغا ترجع لبلادها وتشوف بنتها موحشه، وسبحان الله العظيم كطيح من العماره من الطابق 24 وتيقول لك هي اللي صفاتها لراسها. كيفاش هاد السيده هذه اللي كانت كتسنى بواحد الشوق انها ترجع لبلادها، كتمشي للمطار وكيرجعوها من المطار وعصباتها مقطوعين وفي الاخر كطيح من العماره وتيقولوا تيصيفطوها في الصندوق هي وربعه د البنات واحد اخرين. هذا هو الكلام اللي دوات لينا عليه لبنى ابيضار. اوكي، ها هو فعلا كاين في الواقع. هادشي راه ماشي افلام، هذه راه حقيقه. والناس اللي كتقولوا هذا موضوع تافه، واش في اخباركم انه كاينين ناس ما على بالهمش بهذه المواضيع، وكاين الناس كتعرف بان هذا الشيء كاين ولكن ما كتعرفوش بانه كاين بهذا الحجم هذا وبهذه الخطوره هذه. راه انا يكفيني انه تفرج فيا واحد السيده وتوعى في هذا الموضوع وترد بالها، وربما تكون كانت ناويه تصيفط بنتها للامارات، ومن خلال المناقشه لهذه المواضيع هذه غتجلس بنتها حداها وتشوف ليها خدمه في المغرب وتشوف دير لها مستقبل في المغرب ونقدوا ديك البنت. انا بالنسبه لي هذا انجاز. فاللي كيشوفوا تفاهه فانا تافهه وافتخر. الناس زوينين، لكم التعليق والى فيديو لاحق. نخليكم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم.